ريفيو النهارده كان نصيحة من أصحابي، وهو مطعم أبو يوسف السوري الموجود في المهندسين. فرحت أنا وصاحبي نجرب كام حاجة خفيفة منه في السريع كده. فاللايك بتاعك الحلو وما تبقاش كاريزما على أخوك، واعمل متابعة ما تكسلش، ونصلي على الرسول ونذكر الله. وتعالوا نشوف مطعم أبو يوسف السوري بيقول إيه. طلبنا من أبو يوسف السوري 3 حاجات. أول حاجة عجين بوريك سجق موتزاريلا، وسندوتش فلافل سوري، ووجبة شاورما فراخ عربي سنجل. بدأت بالبوريك سجق جبنة، وعاوز أقول لكم من أولها كده طعم دمار في الخيال يا اخواتي، من حلاوه طعم السجق وواضح التوم فيها مع الجبنه، عظمه العظمه حقيقي. بعدها سندوتش الفلافل السوري، وكان فيه كميه فلافل محترمه، والطماطم بقى والخيار مخلل وطحينه. مش عاوز ابقى باين اوفر ليكم ولا المكان مكلمني والله، بس ده احلى سندوتش فلافل سوري اكلته من سنين. مظبوط قوي، والطعم الاجمالي بتاعه عظيم. تعليقي الوحيد عليه يقلل الطحينه بس شويه، غير كده عظمه العظمه. اخيرا بقى الوجبه المنتظره بالنسبه لي، وهي وجبه الشاورما الفراخ العربي. بينزل معاها العيش المحمص والتوميه والبطاطس. للامانه الشاورما كانت عاديه قوي، وفي اماكن تانية طعم الشاورما فيها اقوى بكتير من كده، بس التوميه بتاعتهم نضيفه وكان باين ده ولاحظته. ولكن كسعر وجبه شاورما عربي والكميه مش وحشه خالص يا اخواتي، يعني تطلبها وتتبسط. ونزلوا لي بقى طبق خيار مخلل كده معمول بطريقه عالميه، لازم تروحوا تطلبوا الطبق ده. ولو انت بقى رحت ابو يوسف السوري عاوزك تقول لي ايه طبقك المفضل هناك. بس يا اخواتي ده كان ريفيو النهارده في الخفيف منه عند ابو يوسف السوري. ما تنساش لايك للفيديو ومتابعه عشان يوصلك كل جديد، والاهم من ده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوش تذكروا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.